الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذا زاغت الأبصار وسقط الحبل. أصرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك فحكم فعدل. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فاجعله يا رب الشفيع لنا إذا ما الروح بالجسد اتصل، وأصبح الهلاك دون النجاة المحتمل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، حمدا لمن نبيه قد بعث، فدوخت بعوثه من قد عفا. ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت، وهزت الغصون أنفاس الصبا، فهيج صبابة لمن صبا. ولمع البرق إذا الغيث وكف، وطاف بالبيت منيب واعتكف، على أجل مرسل وآله وصحبه. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدين الكرام، تحية لكم نزفها لكم عبر الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات الفتوى، وفي هذا المجلس الجديد من مجالس الإفتاء. مشاهدينا الكرام، لحظات قليلة إن شاء الله ويلتحق بنا الدكتور سعيد بويزري، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة تيزي وزو، إن شاء الله مجيبا لكم عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. واغتناما لفضيلة الوقت إن شاء الله، فإننا نفتح الخط الهاتفي لاستقبال أسئلة المواطنين والمواطنات إخواننا المشاهدين والمشاهدات، ريثما يأتي الدكتور إن شاء الله تعالى. ونبدأ أول ما نبدأ مع الأخت السائلة من فرنسا. معنا مكالمة. الأخ سفيان من فرنسا، معذرة. نعم أخ سفيان، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخويا حابين نسقسيكم واحد السؤال. عيطت لكم خطره نعم. وفهمتوني بون هضرتوا لي غلوبالمون كيفو فير، درت واش قلتوا لي. لو فاشني يعني عيطت لكم على الام تاعي خطره. لو تعيد سؤالك يا أخي سفيان إن شاء الله انا نعيد معليش طرحه على نكمل. الشيخ إن شاء الله ريثما يأتي. نعم صحيح. عيطت تفضل. لكم خطره على الام تاعي. نعم. كم صار لي مشكله مع الام تاعي وزوجتني، خطبت لي وكل شيء، ومن بعد دارت في حالها. نعم. وانا على كل حال تزوجت، خاطش البنت هذيك اللي خطبتها تما الحمد لله بنت فاميليا نعم. ومن فاميلتي وكلش والحمد لله. يعني تزوجنا كاع رضاو غير الام تاعي، والام نعم. تاعي هذه اخي للاسف واعره بزاف، قبيحه. نعم. حرت واش ندير معها، نكلمها ما تكلمنيش. الناس يروحوا يهضروا معها يقولوا لها يا ودي اتقي مولاك، وليدك ما شاء الله خاطئ كلش، خاطئ مشاكليته، علاش ديروا له في المشاكل هذه. ولا يومنا الان يا اخي انا كرهت، ما عرفتش انا بيني وبين مولاي راني صافي، ماني ضارها ماني سبها. الحمد لله. أخي سفيان، ملتزم. أين وقع سفيان؟ تحب الدراهم، المشاكل، كل ما نعيط لها ما تحضرش. لا داني نفعيط لها بالجامعه. نعم. خارج من المسجد رحت قلت الله ينال كي ابليس. نعم. نعم. الأخ سفيان، الإجابة كانت واضحة من المشايخ الكرام، فما هو الأمر الذي استشكلته في الإجابة؟ يعني أين الإشكال في الأمر هو نعيط لها ما كان والو، ما ترجع. نعم. ما ترجع ليش، واش ندير دوكا أنا واش ندير. نعم. نقول لك إن الجنة تحت أقدام الأمهات، نعم. والأم اللي تدر الولد تاعها واش المطر. أنا ما فهمتش. ما دام إن شاء الله أنت تصل الوالدة إن شاء الله ببرها وتحسن إليها، إن شاء الله في هذه الحالة الإثم مرفوع عنك. وسنتوجه بسؤالك للشيخ سعيد بويزري. الله يجازيكم. نعم. فهموني، ما فهمتش كاع ونحط راسي. نعم سنجيبك إن شاء الله بكل وضوح بارك وبكل. الله فيكم. نعم. وربي يعاونكم. السلام عليكم. نشكرك وبارك الله فيك. ولكن ننبه فقط في السؤال يا أخي سفيان، فقط لا تصف الوالدة بأوصاف لا الحمد لله شنيعة. يا أخي. لا ما تقولش هي واعرة ولا قبيحة، فهذا ينافي البر. هذا ينافي البر بالأمهات.
يعني وإن شيخ كانت وش نقول حقيقة لك؟ وصدقا وفعلا ما تقول، ولكن دائما صفها بالأوصاف الطيبة، الأوصاف الحسنة، تكون مأجورا مشكورا عند ربك إن شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك. وسنولي سؤالك إن شاء الله بمزيد من العناية مع فضيلة الشيخ ريثما يأتي، ونسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا عن حضوره الزحمة في طرقاتنا وفي شوارعنا، يعني تؤخر عنا كثيرا من الواجبات. إذا لحظات ودقائق إن شاء الله ويأتي معنا الشيخ سعيد بويزري. في استقبال مكالمات مشاهدينا الكرام، أم محمد من بومرداس. نعم. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا السيدة أم محمد ولاية بومرداس. نعم. خويا عندي محتار، عندي أمرين محتارة فيهم. نعم. عندي بنت أختي أرملة. نعم. لها أولاد وعندها مدخول تاع رجلها الله يرحمه، مدخول ضعيف جدا. سمعتني؟ نعم. وعندي صديقتي رجلها في السجن. نعم. ما عندهاش مدخول، عندها غير يعاونوها هكذا. انا نريد كبش الاضحيه، نصدق كبش الاضحيه. شكون فيهم بريوريتير؟ صدق راني شفيت شكون اسبق؟ فوالا. نعم. فهمتني السؤال تاعي؟ مفهوم. نعم. شكون فيهم، هادي ولا هادي؟ راني محتاره، خفت نبدو لهادي ولا لهادي. نعم. السؤال تاعي مفهوم سؤالي؟ مفهوم تماما، واضح. هذه نعم. صديقتي ما عندهاش مدخول غير. نعم، عندك أختك مدخولها ضعيف وصديقتك ليس لها مدخول وزوجها في السجن. بنت اختي كاين صديق لافام، وهذه بنت اختي عندها كان يعاونها صديق لافامي تاع يماها. نعم. فوالا. السؤال الثاني. نعم. نعم. السؤال الثاني، هذا الكرش تاع العيد ننويه صدقه على امي ماتت الله يرحمها. نعم. صديق لا نقدر ننوي غير على يما، عندي بابا عندي خويا ننوي غير على يما، صديق لا نقدر ننويها بين ثلاثه. أعيدي وضحي سؤالك من فضلك. هذا الكبش العيد. نعم. ننوي صدقه عن الوالدة الميتة. على الوالده. الوالدة حية ولا ميتة؟ لا ميتة الله يرحمها، رحمة الله عليه. توفات. وعندي ابي متوفي، عندي اخي الصادق، معليش نديرها غير على امي ولا ننويها بين ثلاثه، توصلهم بين ثلاثه. نعم، نوضحوا لك ان شاء الله مع مفهوم السؤال؟ مفهوم تماما. نعم. صح اخويا، حمال ديك ربي يجازيكم. امين يا رب العالمين. ان شاء الله نرفع السؤال الى فضيلة الشيخ. شكرا لام محمد من بومرداس. اذا في تلقي مكالمات المشاهدين الكرام، المكالمة الموالية محمد من تلمسان. نعم. الاخ محمد تفضل. نعم يا محمد. محمد نعم، نحن في الاستماع إليك، تفضل. محمد هل تسمعني؟ نعم. نعم. إذن أظن لا يسمعنا جيدا أخونا محمد من تلمسان. إذن في انتظار تلقي المكالمات الكرام، معنا فاطمة من غليزان. نعم يا فاطمة تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نسأل على بابا خلى تجارة. نعم. ومات هذه 24 عام وخويا هو اللي 16 سنة هو ياكل فيه هذا المال تاع التجارة تاع بابا، وحنا ما عطاونا والو. إلى هذا الشيء نقولوا من حقنا نطلبوه ولا لا؟ نعم. ايوه. وثاني عندنا بيت، وثاني ما بغاتش تعطينا كاع حقنا، يسمى رانا في شحال من عام وما بغاتش تعطينا حقنا، راهي دايه كل شيء، راهي هي ولادها. زوجة الأب هذه، زوجة الأب هذه زوجة الأب يا فاطمة. نعم. زوجة أب، زوجة أب. نعم. وآخر هذا لولدها يسمى دا تجارة تاع بابانا، وقعد هو يتاجر بها ودا الأموال وحنا ما عطانا والو. واضح يا أختي. نعم. أي صح. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا. إلى ولاية البويرة معنا نسيمة من هناك. نعم. أخت نسيمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال. خويا هكا واش رايك واحد يبقى ضاءة عند الدولة شغل هكا بلا ما خدام؟ نعم. شغل واحد يتقاضى اجر من عند الدوله بصح بلا خدمه، شغل هكا تروح لهكا مؤسسات وتسمي لك بلي تخدم بصح ماشي خدام،
تتقاضى هذاك الاجر. حبيت نعرف اسكو هذا حرام ولا حلال. نعم. خويا كاين سؤال واحد اخر، حبيت تفضلي. نعم. نعرف شغل كيف يكون الانسان مسير وكيف يكون مخير. فهمتني؟ نعم. وكاين سؤال واحد اخر خويا، كيفيه التيمم للطهاره الكبرى. نعم. التيمم. ايه، كيفيه التيمم للطهاره الكبرى. وهذا هو خويا، وبارك الله فيكم ويعطيك شكرا جزيلا. أسئلة واضحة تماما، سنجيبك إن شاء الله تعالى. نعم. إلى ولاية البليدة معنا كريم من هناك. نعم. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل يا كريم. نعم، نحن في الاستماع إليك. أرفع صوتك يا كريم. نعم. عندي واحد العقار. عندي عقار. يا كريم اسمعني عبر الهاتف وأنقص لي جهاز التلفاز. اسمعني عبر الهاتف يا كريم. نعم. لو تصبر بعد الأذان إن شاء الله نتلقى سؤالك، لأن حان موعد الأذان بحسب التوقيت المحلي للعاصمة. ممكن؟ إذن معذرة لكريم، سيرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة وما قاربها من المدن. يرفع الآن على مسامعنا آذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب إن شاء الله تعالى. إذن في تلقي مكالمات المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نتواصل مع الأخت فدوى من ولاية المسيلة. نعم نعم يا أخت فدوى تفضلي. فدوى تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا عندي سؤال. مرحبا أهلا وسهلا. يسلمك خويا، عندي الأجنسية ما نتفاهموش معها بزاف يا شيخ، نقصد صراحة ما تحبناش يعني وما تصرناش على كل حال تدعي علينا. حبيت نعرف اسكو هذا الدعاء يعني ربي يستجيب مستجاب ولا لا؟ نعم وهذا هو السؤال. السلام عليكم. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لك. نعم إذن مشاهدينا الكرام أيتها المشاهدات الكريمات، في مثل هذه الأيام من كل عام تستقبل أمة الإسلام مناسبة عظيمة ترنو إليها الأبصار وتشرئب إليها الأعناق وتخفق لها القلوب المؤمنة وتستبشر بها النفوس المسلمة. تلكم يا عباد الله هي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، حيث البقاع المقدسة والمشاعر المشرفة، فهي هناك مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومصدر إشعاع نور الإيمان للبشرية جميعا. هناك حيث تسكب العبرات وتتنزل الرحمات وتقال العثرات بإذن الله وعزته، وترفع درجات المؤمنين وتكفر سيئاتهم، ويجود رب البريات كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيهما أيضا عنه رضي الله في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ونستغل هذه المناسبة العظيمة، وهناك قوافل الحجيج ستنطلق إن شاء الله، وهناك قوافل أخرى انطلقت. إذن نغتنم أقول هذه المناسبة لنوصي حجاجنا الميامين ببعض الوصايا الجامعة وبعض الوصايا النافعة التي ينبغي على كل حاج يريد أن يرجع كما ولدته أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم المنهج الشرعي ويلتزم الهدي النبوي في هذه الوصايا التي نوصي بها حجاجنا الميامين. فأول وصية نعم نأخذ مكالمة وهو كذلك، ثم نتواصل مع هذه الوصايا الجامعة النافعة إن شاء الله. خيرة من فرنسا. نعم تفضلي يا خيرة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطرتي الأولى هذه. مرحبا أهلا وسهلا. خطرتي الأولى اللي نتكلم معكم. مرحبا الله يسلمك. أهلا وسهلا. بغيت نسألك. نعم. عمرها ديجا راهي في 3 ولا. نعم. وطلبت اختي منها السماح، عيطت لها في التليفون، عيطت لها مبلع عليا التليفون، عيطت لها في البورطا مبلعاتو عليا، شحال من خطره تلقاني برا ما تحبش تهضر معايا. نعم. وعادتنا بلا سبه. نعم. عادات خاوتها كاملين، احنا 5 ولا 6 كاع معاديتهم، هي اللي معاديتهم. نعم. النهار اللي لقيتها في المارشي، جيت بغات تكلمني، هي تكلمني، دارت فيا الشر، هي بغات تكلمني ما كلمتليش، ما قالتليش السلام عليكم ولا صباح الخير ولا مساء الخير ولا. نعم. قالت لي ايه سمعي بغيت نهضر معك. نعم. وهي باغيه تروح للحج، تروح لفانتيا ان شاء الله. نعم. تروح لفانتيا ان شاء الله. عيطت كاع لخاوتها، عيطت لهم، جابتهم اللي كانت كاع معاديتهم بهم بنساهم. نعم. وانا ما عيطتليش. نعم. هذه هي اللي نسأل فيها، وإلا كان زعما أنا مضرورة ولا هي مضرورة، بصح هي قاعدة فيهم، في خاوتها قاعدة فيهم، في خواتها قاعدة فيهم. واضح يا أختي خيرة، واضح إن شاء الله. سؤال واضح. وسأل الزوج. تفضلي. نعم. عندي حنايا راجلي الله يرحمه مزوج مع 3 نساء.
متزوج مع الاولى ومطلقها، عندها زوج دراري ذكوره وبنت. نعم. انا معاه 6 بنات وولد. تزوج عندها 4. نعم. نهار اللي واسمها دروك الدراري ولادي كانوا عند باباهم. نعم. او صغيرين. كي بقاو صغيرين مرت باباهم قالت لهم نديهم للجزائر. هي تكون في شلف، قالت لهم نديهم للجزائر. هما ولادي غاضوهم خاوتهم اللي يبعدوهم عليه. قال لهم معليش بون في شلف كاين غير براريك. قال لها معليش البراكه رانا سامحين لك فيها، بصح ولاد المراه الاخرى اللي كره وبنت ما سمحت لهاش. نعم. هذو نعم الاولادك كبار ولا صغار هذو ولا؟ دروك راهم كبار، راه في 20 سنه انا راجلي كي مات. نعم. دروك هي ولاد المراه الزوجه، ولاد المراه اللي عندها زوج كره وبنت دات حقها. نعم. حق ولادها داو حقهم. هي مطلقه انا مطلقه. بقات المراه التاليه. نعم. قالت لولادي نمشي للجزائر ندي دراري ونمشي للجزائر، ما بقى لي ما نقعد. راجلي توفى. نعم. ما فواتور. اما لا دراري ولادي بكاو. قال لها لا ما تخليش خاوتنا يروحوا، تغربوش علينا. جا خوهم بون دارت لهم هذا. جا خوهم قال لهم بون ايا سمحوا لها. نعم. وهما كاين اللي سمحوا لها في ولادي، والبنت الصغيره ما سمحت لهاش. قالت لها احنا فاني ندو حق بابانا. هذا في الميراث. عندهم مشكله. هي قالت لهم سمحتوا لي في السكنه ما نعطيكمش، بصح باباهم خلى تيغا، خلى كراجات، خلى بلا سلعه. اما لا عطات لهم الحق اللي بغات هي ودات الحق المليح. دروك عندها دي بروبليم، ولدها عنده دي بروبليم. نعم. دروك قالت لهم ما نبيعش البراكه، نبيع السكنه كبيره. باه تخلص على ولدها عنده نعم. مليون ولا زيد من مليون عنده كريدي في ظهره. والان الورثه جميعا وش يقولوا في الورثه دروك قال لك احنا كيما دات خاوتي دروك ما نسمحولهاش، بطلنا. اسكو زعما مفهوم هذا ولا ماشي مفهوم، ولا سديه ولا الخطر الاولى صايي ولا مانيش عارف. الان الورثه جميعا ورثه الزوج هذا. الورثه داو حقهم، 3 تاع الدراري داو حقهم. وهذا الشيء اللي تبقى من الورث يعني كيف مازالوا يسالوا فيه ولا لا؟ كي توالى الوالى مازالوا يسالوا فيه. اذا ما سمحوش في حق باباهم. ما سمحوش في حق باباهم، جهه سمحوا لها كي كانوا صغار وبقات ندو الدراري ندي عليهمش. نعم. هي تكون في شلف. نعم. قالت لهم ندي الدراري للجزائر. قالوا لا ما تديش خاوتنا يقعدوا معانا. قالت لهم صح. اما لا قالوا لها صح نسمحوا لك في البراكه وتخلينا خاوتنا معانا. نعم. ودروك هي ما بغات تعطي لهم القسمه الكبيره. نعم. ما بغات تعطي لهم في البركه، ما بغات تعطي لهم. عندي غير ولادي اللي ما بغاش تعطي لهم، هي ولادها راهم عندها. ولادها فاني راهم كبار راهم متزوجين كاع. نعم واضح يا خيرة واضح. الله يسلمكم. شكرا لك. هيا شكرا ويرحم والديكم. شكرا جزيلا. مع مهدي من فرنسا. نعم مهدي تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بغيت نطرح عليكم 2 سؤالات. تفضلي يا مهدي، كلنا استماع إلى الأسئلة التي تطرحينها إن شاء الله. صح وليدي، روح وليدي، وش نقول لك؟ الله يخليك لميمتك، الله يحفظك وتبارك الله عليك والصلاة على النبي. دعواتك إن شاء الله لينا ولأسرة القناة إن شاء الله. بارك الله فيك. يسلمك ويعيشك. آمين. أنا ميمتي توفات هذا العام، رحمة الله عليها. يرحمك ويرحم أجمع المؤمنين. نعم. في هذه العواشر خلات حقها تاع الذهب، ولكن احنا قالوا لي خواتاتي في الجزائر الذهب يتقسم إلا البنات. أنا ما قدرتش نحمل هذه المسؤولية، نخرج خاوتي الذكورة وخاوت وبابا من الحق. نعم. والسؤال الزواج خاوتك وش يقولوا الآن؟ خاوتي ما قالوا إيه ما قالوا لا صغار علينا احنا اللي كبارات. نعم واضح إن شاء الله. وأنا بغيت نجي رقبتي من هذا الشيء. نعم. والسؤال الزواج وش غادي نقول لك؟ راك عارف ولاد رجال تاعك يكبروا. أمي كانت مع با عايشة لاباس بها، ولكن هز يدو على المصروف وحنا ولادها ما مخلينهاش. وانا يا كنت نبعث لها من فرنسا كانت لما دراهم نتاع لورو باش تحج. نعم. ما كتبش الله والله غالب ربي دا
ربي يرحمها إن ولكن شاء الله. دوك هاتيك هذوك الدراهم تاع الورا ما باغيه نحج بهم خوها الصغير اللي خلاته ما لاحقش، ولكن خاص الولي القسيمه لباكي يدخل فيها. واش عنده الحق يدخل فيها ولا نقول له دراهمي انا ماشي ديال ما؟ نعم. هذا المال هو مالك، كل المال هذا لك. كل هذا المال انا اللي كنت نبعته لها. نعم. واضح ان شاء الله، واضح. روح وليدي الله يسترك لمويمتك ويخليك تفرح بها ويخليك ما تسعى ويعطيك ما تتمنى والله يكثر في المؤمنين. امين ان شاء الله. شكرا جزيلا يا اماتي، بارك الله فيك ونشكرك على التواصل. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، كما أسلفنا وقلنا أن هناك وصايا جامعة نافعة يجب على الحاج أن لا يفرط في هذه الوصايا وأن يلتزمها حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. فأول هذه الوصايا الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات من حج وغيره، ألا وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة دون سواه. قال الحق جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأعظم مقاصد الحج ومنافعه هو تحقيق التوحيد لله رب العالمين والبعد عن الإشراك به. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فلا يجوز أن يلجأ العباد في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وشفاء مرضاهم إلا لمن بيده ملكوت كل شيء، إلا لمن بيده دفع الشرور وتصريف الأيام والدهور، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون علوا كبيرا. إذن الحاج في رحلة الحج وفي هذه الرحلة الإيمانية وفي هذه العبادة العظيمة عليه أن يحقق هذا الأصل الأول، ألا وهو توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة، أن لا يشرك بالله شيئا، أن لا يتخذ من دون الله أربابا، أن لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر كل الحذر من الرياء، من السمعة، من إظهار العبادة، من التفاخر بالعبادة، فإن ذلك مذهب للعمل محبط للعمل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راى الله به. فالإنسان يحذر من الرياء الذي هو الشرك الخفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يتعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام دائما، وكان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وأبونا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام لما أكمل بناء البيت ولما أتم بناء البيت وقام ببنيانه، فبماذا أمره ربه عز وجل كما أسلفنا في الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فهذه أول وصية أوصاه الله بها. فعلى من لبوا هذا النداء ومن يمموا وجوههم يقصدون حج بيت الله الحرام أن يعظموا الله وأن يوحدوه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك له في العبادة، لا شريك له في الدعاء، لا شريك له في أي أمر من الأمور. إذن هذا أول الوصايا وهو لبها وهو جامعها. الأمر الثاني الإخلاص لله رب العالمين. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص فلا رياء ولا سمعة ولا انصراف عن الله إلى غيره من أشخاص أو شعارات أو مناهج أو مبادئ تخالف هذا الأصل أو تنقصه أو تنقذه. إذن كما أسلفنا الإخلاص لله رب العالمين. أمر الإخلاص أمر شديد وصعب، لأن الإنسان دائما أن يتحرك أو أن يتحرى في حركاته وفي سكونه وفي مقعده وفي جلوسه وفي مشيه وفي كل شيء يتوجه بالله رب العالمين أن يكون مخلصا. ففي الإخلاص الخلاص، وكما تقول الحكمة: يا نفس أخلصي تتخلصي. إذن عليه على الحاج وهو يتوجه إلى عبادة ربه أن يوحده وأن يخلص لله رب العالمين. ثالث هذه الأمور أن يحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر العلماء والفقهاء في هذا الباب، كما أمر الله
ولزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه في هذه المناسك. فهو القائل من حديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقائل في الحج: خذوا عني مناسككم. الإنسان يأخذ حجه ومناسكه وعبادته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع شيئا جديدا، لا يبتكر شيئا جديدا. وفي هذا المقام نذكر قصة عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه ذلك الرجل فقال: يا إمام، أريد أن أحرم خطوات بعيدة عن الميقات، يعني قال له: أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحرم من الميقات. قال: لماذا تحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذلك الرجل: أريد أن أبتغي الأجر والمثوبة. فقال له الإمام مالك: إني أخاف عليك الفتنة أو أخاف عليك العذاب الأليم. فقال الرجل: سبحان الله يا إمام، إني أريد خطوات أبتغي بها وجه الله، تخاف علي الفتنة وتخاف علي العذاب الأليم. فتلا عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان يأخذ مناسك الحج وعبادة الحج كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحج هناك بعثة، هناك مؤطرين، هناك شيوخ، هناك يعني ما شاء الله أن يكون أنما يولي الإنسان وجهه يجد من يسأل ويجد من يستفتيه. فنسأل الله تعالى أن يقبل من الحجاج حجهم. ونرحب بفضيلة الدكتور سعيد الوزري الذي يلتحق بنا. مرحبا بك فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا شيخ. الله يبارك فيك. نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا سعيد، يعني منذ بداية اللقاء استقبلنا العديد من مكالمات المشاهدين الكرام. كنا قد تكلمنا عن بعض الوصايا الجامعة النافعة في الحج، أن تكلمنا عن التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن الإخلاص لله رب العالمين، وتكلمنا عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ الإنسان الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. يعني كبداية خلاصة لهذه الوصايا الثلاث: التوحيد والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بداية أتوجه بكل باعتذار خالص لجميع المشاهدين والمشاهدات والفريق القائم على هذا البرنامج. نعم. لهذا التأخر الخارج فعلا عن نطاقي. نعم. رغم اتخاذ جميع الأسباب البشرية نعم. الممكنة للوصول قبل الوقت، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وأستحضر قول الشاعر الإمام الشافعي: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، فأعتذر لكم جميعا. نعم. عذرك مقبول إن شاء الله يا شيخنا، وإن شاء الله أنت التحقت، وأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل، وأن يراك المشاهدين الكرام خير من عدم رؤيتك أو أن ينقطع عنهم هذا البرنامج الذي يترقبونه كل يوم ويترقبونه كل لحظة. يعني مباشرة عندما بدأنا تهاطلت علينا المكالمات من كل حدب وصوب. إذن شيخنا نبدأ في المكالمات أو ماذا تريد؟ يعني هل لك ما تريد أن تذكره؟ كلمة عما قلتم الآن. نعم. في ثواني بما توجهنا محدودة. بسؤالنا نعم. الأول. نعم. بالنسبة لي التوحيد هو المسلك المضمون للوصول إلى الله عز وجل، فلا تقبل الأعمال إلا بتوحيد وبعقيدة صحيحة سليمة، مصداقا لقوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتوحيد يدفعنا إلى الإخلاص أيضا، فالخلاص في الإخلاص كما يقال. ربنا قال في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تتقبل أعمال الحج إلا باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع خطواته، كما قلتم الآن ذكرتمونا بالحديث: خذوا عني مناسككم. فمن استحضر كل هذه الشروط واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع صار عمله مقبولا، وحجه إن شاء الله حج يكون حجا مبرورا، ويكون ذنبه ذنبا مغفورا، ويكون سعيه سعيا مشكورا إن شاء الله. شيخنا سعيد، نبدأ مع المكالمات التي وردت إلينا في هذا البرنامج.
الأخ سفيان من فرنسا. نعم. سفيان من فرنسا ذكر في سؤاله، وهو توجه إلينا مرة سابقة، يعني مرة ماضية بهذا السؤال، أنه وقعت له مشكلة بينه وبين الأم. الأم كانت تسعى له في أن تزوجه وأن تختار له بنت الحلال. وجدت بنت الحلال، ولكن وقعت هناك مشكلة بينها وبين البنت، فأصبحت هذه الأم يعني تكرهها تبغضها، وتحول هذا الكره والبغض إلى الابن كذلك. وذكر فيما ذكر أنه يصلها، أنه يكلمها في الهاتف، ولكن يجد جفاء كبيرا مع والدته، يجد مقاطعة يعني لا مبرر لها، فهو الآن في حيرة شديدة. بماذا تبصرونه وبماذا تذكرونه؟ نعم، ذكر الأخ سفيان بما يأتي بيانه. أولا لا ننسى مقام الأم، فالأم مقامها معلوم في شرع الله عز وجل. يكفي أن نذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأن تذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف لا يصح للابن أو للبنت أن يتوجه لأحد الوالدين بكلمة أف، وهي أصغر كلمة يمكن أن ينطق بها الفم. وما كان أكثر من ذلك فهو ممنوع شرعا من باب أولى من ألوان العدوان أو عدم الاحترام أو شيء من هذا القبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم بالذات عن الأم قال: أمك ثم أمك ثم أمك بعدين ثم أبوك. نعم. يعني في الحديث الصحيح المعروف. ولكن مثل هذا الإشكال الذي ننصح به ونوجه، نقول: حافظ على مقام الأم. لا يصح أن يعني تقاطعها أو أن تعاملها معاملة سيئة ولو عاملتك بسوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقول في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فإن الأم أولى بتلك الصلة وأولى بذلك الاحترام. ولكن الذي ننصح به ثانيا هو إجراء الحوار، توفير أسباب الحوار بينه وبين أمه. هو يذكر أنه اتخذ جميع يعني الوسائل، جميع الطرق الممكنة لذلك، ولكن يعني وجد الجفاء كبيرا يا شيخ. نعم. فتتحمل مسؤوليته، وهي أيضا يجب أن تنصح وأن توجه. نعم. يعني هذا المقام الرفيع للأم لا يسمح لها إطلاقا بالاعتداء على ولدها وبسوء أخلاقها مع ولدها بلا مبرر. لذلك هي أيضا يجب أن تنصح. لا يصح لها أن تتخذ ذلك المقام مبررا لحرمي الولد من حقوقه أو لسوء الأدب معه، فهي أيضا مطالبة شرعا. رب يقول في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم. فهي أيضا مطالبة شرعا بأن لا تخالف شرع الله، لأن شرع الله هو الحكم. رب قال في القرآن الكريم في سورة النساء على سبيل المثال في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وطبعا الخطاب موجه للجميع. قد يكون الشجار أو الخلاف بين الأب وأمه، وبين الأب وابنه، وبين الجار وجاره، وبين الصديق والصديق، وبين الشريك والشريك. الآية عامة ومجردة. رب يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشرط الأول هو تحكيم شرع الله، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ألوان الشجار التي تقع بين الناس. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، معنى الرضا وقبول، رضا وقبول حكم شرع الله. وكذلك في الآخر الشرط الثالث: ويسلم تسليما، معنى يأتي من ينصحها، من يوجهها، من يبين لها وجه الخطأ، فيحدث هناك توازن ويحدث هناك صلح. وربنا يقول في القرآن الكريم: والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضر ولا ضرار. هو عليه أن يلتزم بشرع الله عز وجل بقدر الإمكان. فتبرؤ ذمته أمام الله عز وجل. يقول لك: درت اللي عليا، اتخذت جميع الأسباب. ذمته إلى حد الآن بريئة، ولكن يتخذ أسباب أخرى تجاه أمه بالاستعانة بأهلها، ربما بإمام، بمرشد ديني ينصحها يذكرها. نسأل الله أن تعود إلى جادة الحق والصواب، فلا تكون هي هذه الأم حجر عثرة في طريق هذا الولد. كخلاصة لسؤال يا شيخنا سعيد، هو دائما يقول: أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني كأنه يتخيل أنه حرم من هذا الفضل وحرم من هذا الأجر بسبب ما يقع له من أمه. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين بأن الله عز وجل من فوق السبع الطباق يعلم السر وأخفى. نعم. يعني إذا تعسفت الأم في استعمال، بين قوسين، في استعمال السلطة، في استعمال الحق، نعم، لا يمكن أن نقول أن هذا التعسف
يسمح لها بأن تعتدي على ولدها وأن تحرمه من حقوقه وأن تفعل ما تفعل. لا، نعلم علم اليقين بأن الله عادل. ربي في آخر آية كما قال جماهير المفسرين قالوا ربي قال في آخر آية أنزلت وهي في أواخر البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفي الظلم وطمأنة جميع الخلق بأن الله عادل. ورب سبحانه يقول أيضا: وما ربك بظلام العبيد. وفي الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث الشريف الصحيح: اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. إذن كل هذه النصوص التي تجرم وتمنع الظلم فهي تخاطب الجميع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. وفي الوقت نفسه نجد آيات أخرى تنفر أو تدعو إلى العدل والمعاملة بالعدل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا نطبق هذا الحديث فقط في الأمور المادية في الماديات، وفي الأمور المعنوية أكثر. في الأمور المعنوية أكثر. ممكن الابن يقول: معليش يما تحرمني من التركة ولا تحرمني من ما تعطينيش الماديات، ولكن ما تحرمنيش من المعنويات. نعم. بارك الله فيك شيخنا سعيد. مع السؤال الموالي: أم محمد من بومرداس. أم محمد تقول: بنت أختي أرملة ومدخولها ضعيف جدا، صديقتها زوجها في السجن، ويعني تعيش حالة من الضيق في العيش وشيء من هذا، وهي تريد أن تتصدق بالأضحية، فأيهما أفضل؟ هل تتصدق على البنت الأخ أم عن تلك الصديقة المحتاجة المتضررة؟ ننصح بأن تجمع بين الأمرين. لا شك أن القريبة المحتاجة أولى، وأحيانا أفضل أولى بالمعروف. لماذا؟ لأنه عندها صلة الرحم، وهي تقول: نطمع فيها باش تنظرني بنظرة الرحمة وتفرحني وتساعدني، خاصة في هذه الظروف، هذه مناسبات يعني الأعياد. ولكن هذه صديقتها أيضا عندها رابطة الصداقة تربطهما، الذي ننصح به. فإذا استطاعت أن تجمع بين الأمرين، تساعد هذه بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يعني تساعد هذه بشيء مما تستطيع، وتساعد الأخرى أيضا بالقدر المستطاع، تجمع بين الخيرين، ذلك أحسن. ولكن إذا لم ترقى إلى هذا المستوى، لا تستطيع، فتفضل يعني الأولى بالمعروف هي القريبة. نعم. السؤال الثاني كان حول أضحية العيد، لما تنويها صدقة هل تصل إلى الأم الميتة، وكذلك الأب والأخ هل تنويها نية واحدة أم تصلهم جميعا أم لا تصل تماما؟ هي هذه الأضحية يعني مفروضة على الإنسان الحي. نعم. الإنسان الحي هو طبعا ليست فرضا، يعني بالسنة، سنة مؤكدة. نعم. على المستطيع، سنة مؤكدة على المستطيع الحي الذي يرزق. نعم. طبعا بعد ذلك إذا كان دارت نية إضافية كي تمد مثلا ثلث أو أقل، طبعا وليس هناك أي حديث يعني يبين هذا التقسيم، الثلث أو الثلث شيء من هذا القبيل. المهم إذا تبرعت بشيء من ذلك، من تلك الأضحية للفقراء والمساكين، ونوت إنما الأعمال بالنيات كما ورد في الحديث الصحيح، نوت بذلك التبرع يعني وصول الثواب للوالدين أو لأحدهما، نحسب بأن الله يتقبل ذلك لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينوي الصدقة منها شيخنا سعيد، لا ينوي الأضحية لا ينوي الأضحية. نعم. الأضحية ككل ما ينويهاش على روحه. نعم. على روحه فقط، ولكن جزء منها، جزء من اللحم الذي تتصدق به، لا حرج أن يعني تعقيد أو تبرم نية جزئية، نية لهذا الأمر الجزئي، تتبرع بشيء من تلك الأضحية للفقراء والمساكين بنية وصول الثواب والأجر للوالدين إن شاء الله تعالى. فاطمة من غليزان سألت شيخنا سعيد: الوالد تقول أنه مات رحمه الله وترك أموالا وتجارة، الأخ هو من تصرف في هذه التجارة وقام بها، أكل منها ولم يعطنا حقنا فيها. أيضا لهم بيت كبير تقول، وزوجة الأب أيضا لم تعطيهم حقهم من هذا البيت. نعم. زوجة الأب أيضا استأثرت ببعض بالبيت. نعم. والأخ الأكبر استأثر بالتجارة والأموال. نعم.
هذا مما يخالف شريعة الله عز وجل منذ 24 سنة. منذ 24 سنة، معناه الكارثة أكبر. نعم. حقا ننبه إلى أمر مهم جدا. ربنا سبحانه عز وجل هو الذي قسم المواريث على الورثة. رب يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. مما قل منه أو كثر، معنى هذا الميراث كان قليل ولا كان كثير. أعظم آية في الميراث يعني. نعم. ثم ربي يفصل هذه الأحكام في الآيات التي حتى الشيء القليل الذي تحقره الناس. نعم. كمتاع البيت، كالأشياء البسيطة التي تبدو هينة هي من الميراث. من الميراث لا يجوز الاستئثار بها باستخدام سيف الحياة ولا باستخدام يعني وسائل غير مشروعة. ربي يفصل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن قال في القرآن الكريم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إذن كل ما تركه الوالد المتوفى يجب أن يوزع طبقا للفريضة الشرعية وحسب الأنصبة الواردة في الكتاب والسنة. لذلك استئثار الأخ بالتجارة وبالأموال على مدى 24 سنة هذا يعتبر أكل للمال بطريق حرام. نعم. ربي قال في القرآن الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وما قلنا على الأخ الأكبر نقوله عن زوجة الأب أيضا باستئثارها لهذا المسكن. يجب أن يقيم هذا المسكن وجميع العقارات ثم توزع تلك الممتلكات على الورثة طبقا للفريضة الشرعية. نعم. دائما الموضوع ذي صلة مع سؤال أم مهدي من فرنسا. دائما في موضوع الميراث شيخنا سعيد تقول أن الأم ماتت هذا العام وتركت ذهبا. الآن وقع الخلاف بينها وبين الأخوات، قالوا أن الذهب يقسم بيننا نحن البنات ولا يقسم بين الذكور والأب. لا هذا غير صحيح. نعم. لا غير صحيح. كل ما ترك نعم. المورث. سألناها عن يعني جواب الإخوة الذكور، قالت هم يعني لم يقولوا شيئا كوننا يعني نحن البنات أكبر منهن سنا ويعني لهم كلمة معهم. نعم. كأنهم يعني من باب الحياء لم يكلموا أخواتهن. لا يجوز أخذ مال باستخدام سيف الحياة. لا يجوز. لذلك كان ذهب ولا فضة ولا حتى إذا كان أشياء تستخدمها النساء في العادة، ولكن هذا لا يصح استئثار البنات بهذا الذهب. المطلوب هو تقدير ذلك الذهب بعد ما يتقيم. إذا كان مثلا قدموا هذاك الذهب لقوه مثلا 60 مليون سنتيم مثلا، هذا كان 60 مليون سنتيم نجري فريضة الشرعية وبعدين لا حرج أن يكون هناك تخارج. الفقه الإسلامي مما أبدع فيه هذا الموضوع نتاع التخارج. ممكن يقول طبعا الابن ما يديش الذهب يستخدمه، أولا حتى إذا كان الذهب يستخدمه مرته ولا بنته ولا حفيدته هو حر. رائحة أمه. نعم كما يسموها بالدرجة، يقول لك رائحة يما ما كان حتى مشكل. وإذا كان يعني البنات بغاو يستأثروا بهذاك الذهب بتنازل منهم، بتنازل خالص يعني عن طيب نفس. برضا النفس. نعم. يقيموه وهما يدفعوا القيمة نتاع حقهم في ذلك الذهب ودائما وفقا للفريضة الشرعية. نعم. السؤال الثاني أيضا تقول أمي كانت تعيش مع الوالد كان لا ينفق عليها وكانت تجمع المال. الأخت أم مهدي هي كانت تعطي أمها أموال لكي تحج بيت الله الحرام. جمعت هذه المال ولكن قدر الله أن ماتت الأم، فتسأل عن مصير هذا المال، هل يحج به عن أمها أم هو تركة تقسم بين الورثة؟ هو تركة. لو كان قدر ربي سبحانه حتى قالت هو مالي يعني مالها الخالص. مالها شخصيا تاعها. مال أم مهدي شخصيا ما كانت تعطيه للوالدة. نعم. والوالدة جمعت هذا المال ثم توفاها الله تعالى. نعم. الآن مصير هذا المال ليس ميراثا. هذا ليس ميراثا. لماذا؟ نعم. لأنه هي إنما الأعمال بالنيات. هي دارت النية راهي تجمع أموال للحج باش تبعث يمها الحج، فبالتالي الهبة لم تنعقد لأنها متصلة بفعل اسمه الحج. المال تجمع عند الوالدة. نعم. الآن نسألها هي فإذا كانت تنازلت يعني في البداية دارت نية الهبة تنازلت هبة من أجل الحج فقط من أجل كما الحج. ذكرت. نعم. فبالتالي إذن الذي ننصح به يتحقق ذلك المبلغ تضيف إليه ما يكفي للحج وتشوف أحد الأولاد
ويحج لها طبعا بشرط أن يكون قد حج عن نفسه كما هو معلوم. لكي تتحقق الإنابة. تتحقق الإنابة، نعم. هكذا يكون أفضل لماذا ما هي دارت النية، إنما الأعمال بالنيات. وباش ترجع ذيك الأموال يعتبر كأنه رجوع عن الهبة، فبالتالي هذا أمر غير مقبول. الأفضل أنها تضيف إلى ذلك المال المجموع ما يكفي لتحقيق الغرض، وتشوف أي واحد من الأولاد اللي حج عن نفسه ويذهب بحج عن يماه إن شاء الله. والحج الميت الحي عن الميت صحيح شرعا. ربي يبلغ المقاصد إن شاء الله تعالى. بعيدا عن موضوع الإرث والميراث شيخنا سعيد، نسيمة من البويرة سألت: من يتقاضى أجر ولكن دون عمل، على الأوراق فقط، دون أن يقوم بالعمل المطلوب منه؟ نعم. ربي يقول في القرآن الكريم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. مصادر الملكية الحلال المباحة معروفة. من هذه المصادر بدم تحدثنا عن الميراث ممكن الإنسان مات باباه وجاء الميراث له دون جهد مبذول، عن طريق الهبة صحيح، عن طريق الوصية صحيح، وعن طريق الجهد سواء كان الجهد عضليا بدنيا أو كان الجهد علميا ذهنيا فكريا، عن طريق مقابل. نعم، عن طريق مقابل. معناه هناك جهد مبذول، نعم. ومقابل ذلك الجهد المبذول يكون عطاء، يكون مبلغ من المال، يكون راتب ولا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: وإذا كلفتموهم فأعينوهم. ويقول قبل ذلك في حديث آخر: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. في كاسي وخدام الحقيس قبل تسكوثي ديس. استعجال إعطاء الحقوق للعمال بعد، وطبعا هذه كناية على الاستعجال لكي لا تؤكل حقوق العمال. ولكن حتى في القانون، وأنت شيخ بالأمس أطلعتني على قانون العمل، نعم. يعني حتى القانون ينص على أن العمال يجب أن توفى لهم أجورهم قبل أن توفى للخزينة والضمان الاجتماعي والمستحقات المطلوبة. نعم. فالعمال هم الأولى مقدمون. نعم، مقدمون على الحقوق الأخرى. مقدمون على الحقوق الأخرى. الشيء اللي موجود في القانون راه له أصول في شريعة الله عز وجل. لذلك نقول أنه هذا الحق لا يمكن العمل بما يخالفه. نعم. نعم. إذن هو أكل للمال بالباطل. إذا كان فقط في الورق، وهذه من الوسائل الاحتيالية، من الحيل المنبوذة شرعا. قال مكتوب فلان راه خدام، نعم، وبالك راهي شرول وراه يدير كما يقول يبونتي في بلاصتو على أنه راه حاضر ولكن غير حاضر. هذه تعتبر شهادة زور مخالفة للحقيقة. نعم، مخالفة للحقيقة. هذه رقم واحد. ورقم اثنين هو أكل للمال بالحرام. وطبعا بعض الناس يقول لك هذا نتاع المال نتاع البيلك، يعني يعتقد أنه إذا كان كلا أموال نتاع الخواص يعتقد بالحرمة، ولكن إذا كان مال نتاع الدولة ولا كما يقول نتاع البيلك يقول لك معليش. هذا لا يجوز شرعا. بأي حق استحللتم أموال الناس؟ والآية واضحة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. متى يكون الإنسان مسيرا ومتى يكون مخيرا؟ للإنسان دائرتان: دائرة حيث يكون مسيرا مقيدا. هذه الدائرة ما عندوش فيها الإنسان خيار، يعني إيجادنا من العدم، وفاتنا. هذه يعني إذا كان الإنسان زاد في 1990 نقول له في 1989 لم تكن شيء مذكورة كما قال القرآن: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. كان في العدم، إيجادنا من العدم، وفاتنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذه فيها تيسير أو تسيير. ما عندناش فيها خيار. متى نموت وكيف نموت والأسباب. والموضوع يعني موضوع كبير عظيم طبعا جدا. هذا موضوع فلسفي وموضوع شرعي. ولكن لا يجوز أن يتذرع الإنسان بهذا الأمر ليفر من مسؤولياته. لا يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام العباد. لأنه القول بالإنسان، بعض الناس يقول كنا قتلت إنسان قتلته ربي اكتب عليا. نعم. وربما هو يتناول الخمر ويدير السرعة في طريق ويقتل إنسان. يقول لك تقدرت. لا، نقول هنا كاين مسؤولية، لأنه عدم الإيمان بهذه الأمور هذا يرفع المسؤولية، وهذا لا يصح.
ولكن وين عندنا كامل الأسباب؟ نحن كبشر ننشط في عالم الأسباب. شيخ في الموضوع دائما ننسب المكروهات والشر إلى الله تعالى. نعم. لكن النجاح العمل الجيد لا ننسبه له. يعني لما تجد إنسان نجح في حياته يقول لك ببذلي بجهدي نعم. بفكري بغير ذلك. لما تجده يقع في أخطاء يقع في مصائب يقول لك تقدرت عليه. يعني فهناك يعني الموازنة غير صحيحة غير تماما. صحيح. هذا خطأ في الفهم. نعم. خطأ في الفهم. الإنسان مسؤول ما دام عنده العقل. الفقهاء يقولوا العقل مناط التكليف. نعم. إذا كان الإنسان كي يكون صغير قبل ما يكون مميز رفع عنه القلم. نعم. خلاص لم يجري عليه القلم، لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم. النائم حتى يستيقظ كما ورد في الحديث الشريف الحديث النبوي. وكذلك المجنون الذي سلب منه العقل هذا طبعا لا يكون مسؤولا. ولكن الإنسان العاقل يتحمل مسؤوليته كاملة، فالعقل مناط التكليف ولا يجوز التذرع بقضية التسيير إلى آخره فرارا من المسؤولية. ولا ننسى دائما نتخذ الأسباب، ولكن يجب أن نعلم علم اليقين أن الله هو مسبب الأسباب وهو معطل الأسباب إذا أراد. التيمم للطهارة الكبرى كيف يكون؟ عادي إذا كان الإنسان عنده يعني عذر من الأعذار، كان يعني في محتلم أو يعني كان فقد الطهارة الكبرى، فبالتالي جاء وقت الصلاة الأولى أنه يستحيم ويغتسل، هذا الأولى. ولكن باش ما تفوتوش وقت الصلاة مثلا الفجر أو أي صلاة من الصلوات في الوقت الضروري نتاعها، طبعا احنا عارفين هذا الشيء الوقت الاختياري والضروري، يتيمم تيمم عادي. يعني الضربة الأولى ليديه، الضربة الثانية للوجه والسلام. يعني الوجه واليدان وفقط، يوصلهم للمرافق يكون أحسن للمرفقين، ويتيمم لكل صلاة حتى يغتسل ثم يشرع في الوضوء. الأخت فدوى من ولاية المسيلة تقول الأم لا تحبنا وتكرهنا وهي دائما تدعو علينا بالشر، فهل يقبل دعاؤها؟ يقبل دعاؤها إذا كان بحق، إذا كانت هي مظلومة. أما اسمح لي بعض الوالدين ربي يهديهم ويهدينا جميعا إلى الحق والصواب، يعني يستخدموا هذا الدعاء كسلاح لسبب أو لغير سبب، وكان ولا حول ولا قوة إلا بالله لسانه راه يجري بدعوة الشر باستمرار. وطبعا هذا مما يحرج الأولاد ومما يزرع الحزن والكآبة في قلوبهم. ولكن حنا دائما نستحضر بأن الله عز وجل عادل، فعدل الله عز وجل يرفض تماما أن يقبل دعاء الظالم. فإذا كانت مظلومة دعاءها مستجاب لأنها أم، وذكرنا أدلة قبل ذلك قبل هذه اللحظات. ولكن أما هكذا دعاء بغير مبرر فلا خوف ولا وجل. ومع ذلك الأولاد لازم بقدر الإمكان يجتهدوا باش كما يقولوا ينالوا رضا الوالدين، لأن الوالدين مقامهم رفيع عند الله عز وجل. إن شاء الله. خيرة من فرنسا، خيرة تقول هناك شقاق بينها وبين أختها، طلبت منها السماح، يعني لم تقبل منها، التقتها خارج البيت والتقتها في السوق، لم تكلمها يعني بدون سبب تماما. هي الآن هذه الأخت تريد حج بيت الله الحرام هذا العام وهي متوجهة لبيت الله، ولكنها يعني كلمت الإخوة جميعا وجمعتهم في بيتها إلا أختها خيرة. الآن تسألكم شيخ سعيد حكم هذا التصرف وحكم هذا العمل. هو في الحقيقة أولا هي جزاها الله خير، يعني أنها فعلت ما عليها. ولكن إذا كان رسلت الخوة نتاعها أو رسلت بعض الأقارب من أجل استمالة قلبها، من أجل كسب رضاها، من أجل إصلاح ذات البين، واتخذت كل الأسباب، ولكن الأخرى لم تتفاعل معها، لم تقبل الصلح، فذمتها بريئة أمام الله عز وجل إن شاء الله. السؤال الثاني هو سؤال شائك نوعا ما شيخنا سعيد. تقول الزوج له 3 نساء، الأولى مطلقة ولها أولاد، الثانية لها أولاد وهي لها أولاد كذلك. الآن أحد الأبناء تربوا عند الزوجة، لا أدري هل هي المطلقة أم الزوجة الثانية التي في عصمته. الآن هي تريد الرجوع إلى الجزائر وأن تكون في أين ترك الإرث الزوج هذا. الآن تريد أخذهم وكأنها تريد التحايل على الإرث، يعني تريد أخذ الإرث هناك لأن الزوج يعني سمح لها في بيت، وهي تريد الاستحواذ هذه الزوجة على الإرث.
فاصطحابها للأولاد هؤلاء الذين ليسوا بأولادها وهم أولاد زوجة أخرى، أنا فهمت من السؤال كأنها تريد التحايل في الموضوع يا شيخ. نعم، التحايل مرفوض. أو تريد إن شاء الله نأخر سؤالها أن تتصل بنا مرة أخرى. إذا كانت تتصل يكون أحسن. لماذا؟ نعم. لأنه احنا نجاوبها إجابة عامة. نعم. إن شاء الله تنفع. نقولوا في أقل من دقيقة. نعم، في أقل من دقيقة. نقولوا إذا كان عنده الزوجات الأولى مطلقة كما قالت في السؤال. نعم. هكذا. طيب ماذا ولها عنده أولاد؟ لأن الميراث من هم الخلفاء؟ خلفاء المورث هم أولاده وورثته. يعني الزوجة التي في عصمته تعد من الوارثات، والأولاد سواء من الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة كلهم خلفاء وورثة. نطالب بتوزيع تلك المواريث عقارات ومنقولات طبقا للفريضة الشرعية. تعيد الاتصال بنا وتوضح سؤالها، خاصة سؤال ثاني بسؤال أختنا خيرا. نأتي لنهاية البرنامج وأجدد الاعتذار للسادة المشاهدين. عذرك مقبول نيابة عنهم إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيك على الحضور وعلى المجيء وتكبدك المشاق الطريق وغيرها. وشكرا لمشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.